يخاف من الجم بزاف. تبارك الله. اوه تقدر تزير له على الجم ولا شي حاجه تكون زينه. السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. نتمنى كلشي يكون بخير. هذا هو الفحل وعديد من سلالة وكال، اللهم بارك. عنده 110 شهور تقريبا 3 سنين، اللهم بارك. غادي بالادوات الحمد لله كلشي موجود. كما كتشوفوا شويه مسخن هنا مع هنا في البوكس شويه كيبقى يتمرغ، فغادي نلجموه باش يرصى واحد شويه يتهدن. اجي غادي راه دابا حاليا راه الف شويه اللجم راه مزيان معاه. رصا هو شويه كيتعاند. الجدع هذا حاليا راه كما شفتوا في الفيديوهات اللي فاتوا راه يلاه ركبنا عليه المره اللي فاتت، وغادي نقلبوا ليه اللجام. اللهم بارك. كما كتشوفوا الخوت العود تبارك الله راه عالي، والسلاله ديال وكال تبارك الله ديما كيكونوا عاليين زينين. الخيل كتكون زينه، اللهم بارك. الكاميرا شويه كتشد 170 درجه، يعني تقريبا يمكن لك تشوف يديه هنا على حسب، يعني راه شويه كتكون الحاجه واخا كتكون الحاجه عاليه ولا شي حاجه راه مكتبيناش عالي. حتى نديرو ان شاء الله شي فيديو اخر ونشرحو لكم. دابا غادي نحكو ليه، راه موسخ من هاد الجهه هادي وصعيب تحيد ليه هاد اللعيبات هادي، خصو الماء ولا خصو شي حاجه رطبه. حاليا البرد ما كنعوموهمش دابا. قف جل نش راه مشى، راه قالب اللجام من فوق ظهرو مشى. خوت راه هادي اول مره نجرب هاد الطريقه هادي باش نكون واضحين. اوه تبارك الله، الله يحفظك. كرف المبري. خوتي يلا مرحبا بكم. كيبغي شي عنده العوده لا فيدا. خوت هادي راه بنت عمو تا هي من سلالة وكال، اللهم بارك. اوه تبارك الله، اللهم بارك. خوت خصكم تحضيو، خصني ديما نحضي معاه اللوي هكذا باش ما راه
فايت فلت ليا. رسع. هدا راه غادي يركل. حافظو مزيان. فوا كيدور ديك الطريقه راه صافي خصو يركل. دابا راه غيتمرغ وغالبا غادي يتقلب. اوه الحمد لله الحراره فيه والجهد، اللهم بارك. السلاله ديال وكال كلها تبارك الله هكذا، كلها سلاله حاره. اوه ياه البوكس ما كيتمرغش، كيبقى يتمرغ حتى كيخرج. هادشي غتلاحظوا فيه، خصو غير يجري ويتمرغ. ما في البوكس ديالو ما كيتمرغش، ما عرفتش علاش زعما. راه كتبغي الحريه. هدا فرعني يدي. يمكن حيتاش خايف حسب غادي يركب عليه. ديما كيجرني اخوتي، كتخاف تضربو باللجام تفرعوا ولا شي لعبه. ولكن دابا غادي نزنطو. قف صافي. داعي الا ما حضرتيش معاه راك طير. وقع هدا ياه زيد يلاه دخل في حالك. الله اللهم بارك الخوا. شي علاش الخوت الا بغيتو تعلموا الخيل ديالكم المشيه هذاك دا عليكم بالكراف، تانس وكيتوالف. شوفوا هذا هو العلف ديال الجدوى. انا تقريبا 3 كيلو، 3 كيلو تقريبا ديال الشمندر مفزق. كنا كنعطيهم الشعير، خفنا بالي ضربهم الشعير وداك الشيء، حيدنا لهم. هادي يلاه واحد السيمانه حيدنا لهم الشعير. حاليا الشمندر مفزق. المخالة كلشي كتعرفوها. المخالة هي اللي على حد ما عارفين حنا، هي اللي كدير اللحم للجدع. باش العود فيها شويه ديال اللحم نعطيه المخالة بكثرة. كتعطيهم تقريبا، كتخلطها لهم مع شويه النخاله، كديرهم واحد شويه، المهم على حسب الجدع وصافي. المهم نفس الكميه بالنسبه للخيل كاملين. طبعا كنعطيهم تقريبا 3 كيلو 4 كيلو ديال العلف، زائد 3 كيلو ل 4 كيلو ديال لونسيلاج اللي هي الذره مطحونه. والاوقات هي الصباح والعشيه. الخيل اللي كتكون مازال صغيره راه بحال الدري صغار، راه ديما يقدر يدير شي مصيبه ولا شي حاجه. يا اما يعضك ولا يركلك راه نورمال، هما بالنسبه لهم نورمال. ولكن ديما خذ اطونسيون من العود. يبان لك ساهل، راه ما تعرف شنو كاين. راه سلوك الحيوان متغير كما قلنا. هذا هو الخوت الازرق ديالنا. بارب ما عرفتش كيبان لكم مزيان. المهم بارب كيكونوا ساهلين ولكن ردوا اطونسيون.
اللجام يلاه صايبتو ليه، كيبان ليا راه مزيان. واخا هو هاد الجدع هذا ما شويه مازال عنده واحد التخوف، واحد التخوف كبير من اللجام. كيخاف من اللجام بزاف، كيخاف بزاف بزايد كاع، لدرجة انه ما تقدرش تزاير له على اللجام ولا شي حاجه. اوه اوه، شت 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 شت. شت شت. زيد زيد. المهم كان هذا هو كلشي الخوت معكم في الفيديو اليوم. ان شاء الله نديرو فيديو اخر، ان شاء الله غادي ندير شي فيديو يكون زوين واكثر كاليتي، تكون كاليتي زوينه. دابا حاليا كاين شويه الظلام في البوكس، مازال ما دخلناش الضوء لهنايا. ان شاء الله نديرو معكم شي فيديو اخر. والخوت اللي ما مشتركش معنا في القناه يشترك، مرحبا بكم. الناس الحياينه تحيه لكم، الناس ديال التاونات فاس والنواحي. وما تنساوش جيم وبارطاج، راكو عارفين اللي كاين الخوت بلا ما نحتاج نوصيكم. عندك ليل وعديد يبلغوا لكم السلام وتحياتي لكم الخوت، الله يعاون.